أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، بپشتیوانی خوای گەورە و میهرەبان بەردەوام بین لە ڕافەکردنی کتێبی ئاداب و طەلەب العلم. لە دەرسەکانی ڕابردووە چەند بابەتێکی گرنگمان باس کرد سەبارەت بەو سەرەتا و پێشەکیانەی کەوا دەبێت هەموو قوتابیەکی علم لای بێت و ئەمڕۆژ باس لە بابەتێکی تری گرنگ دەکەین کە ئەویش مؤەلیف ڕەحمەتی خوای لێبێ لە ناو نیشانێکە ئەفەرمێ التیماس العلم عند الأكابر، ئەو عیلمەی کەوا ئینسان هەوڵی بۆ دەدا فێر بێت و عیلمێکی سوودبەخش بێ، دەبێ ئەو عیلمە لای کەسێ بخوێنێ کە ئەهلی علم بێت، کە ئەو عیلمەی لابێ بە فعلی و لای گەورەکان، لای ئەوانەی کەوا گەورن، مەبەست پێی ئەکابر یعنی ئەهل العلم. علم لای کێ خوێندرێ؟ لای ئەهلی علمە خوێندرێ. ئەمما کەسێک کەوا لە علم تێنەگەیشت بێ، ئەو کەسانە دەرسیان لا ناخوێندرێ وەکو ئەهلی بیدع. ئەهلی بیدع دەرسیان لا ناخوێندرێ. ئەهلی علم بۆ دەرسیان لا بخوێنین؟ چکە عیلمەکەیان پێیە، وفاقد الشيء لا يعطي. وكسك كاغر بو خوش شتێکی پێ نەبێ و لێی نەزانێ، چۆن بە تۆیەدا؟ تۆ چۆن استیفادەی لێکەی؟ ئەو خۆی نەیزانێت. کۆمەڵێک ئەثەر دێنێتەوە سەبارەت بەم بابەتە، دەفەرمێ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. دەفەرمێ خەڵک لە خێر بان، لە خێر و خۆشییا بن تا وەختەی کەوا علم لە سەرچاوە گرنگەکانی علم وەربگرن، لە سەرچاوە دروستەکانی علم وەربگرن. سەرچاوە دروستەکانی علم چییە؟ ئەصحاب محەممەد صلى الله عليه وسلم، هاوڵانی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. علم چیە؟ القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. چونکە ئەوانە خوای گەورە و میهرەبان هەڵی بژاردوون. هەر عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود خۆی أفرمي من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولاعتلاء دينه. أفرمي خوای گەورە و میهرەبان ئەم سەحابانەی هەڵبژاردووە بۆ پشتیوانیکردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و سەرخستنی دینەکەی خۆی. جا عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود دەفەرمێ هەر کەسێ لە ئەصحابی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم علم فێر بێ و علم وەربگرێ و لە گەورەکانی ئەکابرهم يعني أكابر الناس يعني أهل العلم من أهل السنة والجماعة، أول خيران. بەڵام هەر وەختێک علم لای گشکەکانەوە هات فذلك حين هلكوا، أو وقتك بهلاكات شنو كوتايان بيده. أصاغرهم يعني أهل الجهل، يعني وايل دي، يعني حتى إنسان برو قيامت بروا أهل علم كما بيته لجي أهل علم تشي دانشت كساني كي جاهل دانشن كبرقي علميان لبرا. كو بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بيجاري علم لنا وخلق لا ناسه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما. علم بشي كما بيتوا بنماني علماء تا وقتيك عالم كان نامينا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. خلق بيويستي بويكوا برسيارك دەیەوێت تێبگا ئەهلی علم نەماوە، کەسانێک دێنە پێشەوە سینگی خۆیان دەرەخەن، جوهال جاهل و نەفامن.
ئەمانە بەرگی علم لەبەرەکەن. فسئلوا فأفتوا بغير علم برسيارين ليكري ونجواب دنوا فضلوا وأضلوا. وقال أيضا إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم، فإذا كان العلم في الشباب أنف ذو السن أن يتعلم من الشباب. دفرمي أصل وايا أهل علم وانو كدرس ضلينوا باش وايا تيبن خاون عمر بن بتمن بن بتمن كان تشيب كان درس بڵێنەوە. أصل وايا وا باشترە هەر لە سەلەفە وا هاتووە. طالب علم دەرسی خوێناوە لە گەنجەتی و خوێناوێتی بەڵام گەیشتۆتە قۆناغێک کە ئیتر یعنی عمر و ساڵانێکی بەڕێ کردووە ئینجا دەرسی داوەتەوە، خەڵکیش هاتوون دەرسیان خوێناوە. بەڵام ئیش بگاتە ئەوەی کەوە بەتەمەنەکان دەرس نەڵێنەوە، علم بڵاو نەکەنەوە، ئەو وەختە کەسی گەنج ناچارە بێت چی بکە بۆ مهمەتە هەستێ. خەڵکیش بە شێوەیەکی گشتی حەز ناکا لە گەنج شت وەربگرێ. ئەمە تەبیعی خەڵک وایە، تەبیعی خەڵک وایە. بە تایبەت کەسێک ئەگەر بەتەمەن بێ لە خۆی بەتەمەنتر بێ لەو گەنجە کەم جار ئامادەیەکەوە دابنیشێ لە دەرسێکا کەوە گەنجێک بێڵێتەوە. ئەوە تەبعی ئینسان ئاوایە بەو شێوەیە. قال ابن قتيبة يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. ئەگەر هیچ ئیشکالشی تیانە کە گەنج دەرس بڵێتەوە، ئەگەر ئیتقانی دەرسەکە بکە و ئیتقانی عیلمەکە بکە هیچ ئیشکالی تیانە کە و عیلمە بڵێتەوە. بەڵام باشتر و چاکتر وایە عەلەیکم السەلام وەرەحمەتوڵڵاه کە ئەو عیلمە کێ بێڵێتەوە کەسێک کەوا بەتەمەن بێت، خاوەن ئەزمون بێ و ئەزمونی هەیە، تەمەنی هەیە، تەجروبەی هەیە، لەگەڵ عیلمەکە زۆر شتی ترەزانێت. بۆیە لای کەسێک درس بخوێندرێت کە بەتەمەن بێ باشترە. دليل أن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استدلال الحدث. شكرا الله جنج يعني شون الله قرم وقرترا نوعێک لە پەلەپەلی تێدایە گەنج، جۆرێک لە هەڵەشەیی تێدا هەیە. ئەمانە هەموو لە گەنجە هەن. هەوا و ئارەزوو ئەوانە جاری وا هەیە تێدا بێت، بەڵام دەڵێ ئەرچی پیرە لەو شتانە بووەتەوە، تەماحی دنیایی و مەیلی دنیایی و ئەو شتانە نەماوە لای. وەوەکو باسمان کە تەجروبەی هەیە، خیبرەی هەیە، حیکمەتی هەیە، سەبری زۆرە، پەلە ناکە، ئەو شتانە لای کەسی بەتەمەن هەیە. دفرمي والحدث قد تدخل عليه هيئة الأمور التي آمنت عليه الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتاها لك وأهلاك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج الذين ضلوا بأنهم حدثاء أسنان. إيش أقل وصفكاني خوارج حدثاء الأسنان، يعني لا عمره من دالن بيان بينا بمرور زمن حتى لم سردمشا خوارج كان، يعني اتوان بلين لسطان نوتيان لو جنجانا كوا حل سرتي جنجيانا. قال الحافظ النووي رحمه الله: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. دفرمي ئەمە لێوە وەردەگیرێ ئەوەی لێ هەڵەنجێنین، ئەوەی لێوە فێرەبین، دامەزراندن و هەروەها چۆنەڵەی بینینی تیژ و بەسیرەت و تەجروبە و قووەتی عەقڵی ئەو وەختە زیاتر بێ کە ئینسان چی بێت؟ کەوتوبێتە ناو عمر و تەمەنەوە، کەوتوبێتە ناو عمر و تەمەنێکەوە. یعنی ئەگەر کەسێک لە 40 ساڵی بێ قووەتی عەقڵی باشتر و زۆر بە قووەترە لە کەسێک کە 20 ساڵان بێت،
چونکە ئەو عەقڵە بەچی بەقوت و بەهێز بووە بە تەجارب و بە علمێکی زۆر. واستنبط الحافظ ابن حجر من إيراد البخاري لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في تضييع الأمانة بأن يوسد الأمر إلى غير أهله في كتاب العلم ما يلي، حيث قال: ئەمەی چەکە لە نیشانەکانی قیامەت، یعنی وەکو پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم کابرایەک لێی پرسی فەرمووی متى الساعة، پێغەمبەری صلى الله عليه وسلم فرمي: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني اشتكان گۆڕانکاریان بەسەر بێ شیرازەی هەموو شتێک تێکچێت کە ئەسڵ وایە کەسێک بەتەمەن بێت دەرز بڵێتەوە، ئێستا ئەو بەتەمەنەکان دەرز ناڵێنەوە، بەڵکو کەسێک دێ گەنجە، زۆر گەنجە، ئەو دەرسەڵێتەوە. ابن حجر لسر أساسي أو حديثا فرمي: وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر زانان عندك لزانان فرميات أهل البدع، ما بس بيشي أهل بدع الأصاغر أو أنيكوا علميان بينيا. وليس معنى هذا أن الشاب لا يكون عالما، أما يكباس ما كرمانا ونية كوا جنج نابب بعالم، بله جرى جنج وعلمشة أسايا أو طالب علم، بل يوجد في الشباب في من مضى وفي زماننا هذا من حصل العلوم وكان أهلا للتدريس. فرمي لبيشتر لزانایان زۆر هەبوو گەنج بوونەوە، طالبی علم بوونە و مؤهل بوونە بۆ ئەوەی کەوە دەرس بڵێنەوە. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهؤلاء كانوا أو شبانا. يعني لسردمي صحابشا زورك للصحابة هبو گەنج بوونا، لەگەڵەوەشە عالم بوونا. استبون من ابن عباس كاتم مشاركاك وبشداري لمجالسي إمام عمر دكا وقتك خليفة گەنجێکە، ئەوانش هەندێک جار پیان ناخۆش بێ کە و گەنجە دێتە ناو مەجلیسی و ئەختیار و بەتەمەنانەوە کە عمر مشاوەریان پێکە. بەڵام عمر دەیزانی ڕضا و ڕەحمەتی خوای لێبێ کە ئەم پیاوە عالمە و شایستەی ئەوەیەکەوە وەکو ئەو بەتەمەنانە مشاوەری پێ بکرێ. وفي الصحيحين قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. فرمي هندق لمهاجرين كان من درسم بيانا وتو لضمني وأنا عبد الرحمن كري عوف. عبد الرحمن كري عوف زور بتمنتر لك لابن عباس، بلام درس شي لا خونا بو چکه ابن عباس سيبوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاء علمي بو كردو. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن صغرت أسنانهم وقلت أقدارهم. فرمي أما أوي إخلي خوين دريتوا كأجر كسك أهلي علم بو بال عمره 8 گەنج بيت كشيني علمي لورجيره، لكن لا ينبغي لمن كان في بلده عالم كبير مبرز في العلم أن يفرط في مجالسته والأخذ عنه ويزهد فيه ثم يتلقى عمن هو دونه من طلبة العلم الشباب. بەڵام دەڵێ ئەگەر تۆ لە شارێکا بووی، لە شوێنێکا بووی، لە گەڕێکێکا بوویت، مامۆستایەکی لێبوو بەتەمەن بوو، ئەهلی علم بوو، ئەڵێەوە باش نییە تۆ وازدە بێنی بچی لای گەنجێک دەرس بخوێنیت، بەڵکو دەبێ لای کێ بخوێنی؟ لای ئەو بەتەمەنە بخوێنی باشترە، چونکە لەوانەیە ئەو عیلمە لای ئەو بێ لای گەنجەکە نەبێت، چونکە عمر و تەمەنی زیاتری هەیە و ئەم لەوانەیە زووتر بمرێ ئەو وەختە لە دەستە چێ عیلم و زانست و زانیاریەکەی، بەڵام گەنجەکە رەمێنێتەوە. ظاهری وایەنی کاو برایان علم دەبێ لای کێ فێربیت؟ لای ئەو کەسێکەوە ئەهلێتی، بەڵکو باشتر وایە هەموو کەسێک ئەو عیلمەی لا بخوێنی کە اختصاصی خۆیەتی،
يعني ئەمڕۆکە بووە ینی ڕۆژەکە وای لێ هاتووە هەر مامۆستایەک زیاتر لە دوای ئەوەی کە لە کولێتەوە بێ ئیتر اختصاصەکە بە علمێک لە عیلمەکان ینی خۆی تایبەتەکە بە یەکێک لەسی لە عیلمەکان بە تایبەت کاتێ لە دیراساتی عولیا ئەوانە ئیتر یەکلایە بێتەوە بەلای عیلمێک کاکەوێت لە کولیە هەموو عیلمەکانە خوێنێ بەڵام بۆ نمونە لە دوایەوەی کە ماجستێر بخوێنێ یا دکتۆرا بخوێنێ اختصاصەکە بە یەکێک لەو عیلمانە بۆنە لە عەقیدەیە یا لە علومی قورئانایە یا لە علومی حەدیثە یا لە ئوسولی فقهایە یا لە فقهایە ئەوجا ئینسان هەوڵ بدە بزانێت چێ اختصاصەکەی خۆیەتی ئەو عیلمە بچێ لای ئەو بیخوێنێت ئەو عیلمە لای ئەو بخوێنێ یعنی کەسێک اختصاصی بۆ نمونە علمی حەدیثەوەی چێک شخصاتی ئوسولی فقه ئەتۆ مەچۆ ئەوەی کەوا اختصاصەکەی ئوسولی فقه پێویستت بۆ ئوسولی فقه خوێنی بەڵام ئەچی ئوسولی فقی لا ناخوێنی شتێکی تری لا خوێنی نە ئەوەی بلا بخوێنێکەوە چۆنەڵی خۆی بۆ یەکلایی کردوێتەوە بابەتی دوای ئەوە ئەفەرمێ الرحلة في طلب العلم جاري وایە ئەم پیاوە ئەم زانە و ئەم عالمە ئەم کەسە کە تۆ ئەتەوێ لە شارێکی ترە بەڵێ 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 تەواو التفرغ لطلب العلم پێشەوەی کەوا ئینسان کۆچ بکە و ئەمەمە چۆنەڵی دەیدەن و پیشەی عالم و زانەکانی پێش خۆمان بووە کۆچ بکە بۆ ئەوەی کەوا عیلم فێر بێت لە شارێک و بۆ شارێکی تر لە وڵاتێک و بۆ وڵاتێکی تر پێویستە ئینسان چی بکە نەوعەن ما تەفەڕوغ بکە شتەکانی خۆی یەکلایی بکاتەوە و کار و بارەکانی خۆی ڕێک بخە بە شێوەیەکی گشتی بۆ تەڵەبی عیلم پێویستە ئینسان چی بکە نەخشە و خەریتەیەک بۆ خۆی دابنێ لە هەندێک لە بابەتان تەفەڕوغ بکات پێشەوەی کەوا چی بکە طلبی علم بکە أفرمي لا شك أن من أراد تحصيل العلم والنبوغ فيه وإتقان الأصول والفروع فعليه بالتفرغ لطلب العلم أما من أعطى العلوم فضلة وقته فإنه ينال من العلوم بقدر ما أعطي من وقته دل إنسان حسب إمكان دبيت بك تفرغ بك هندك بارو أرك هي دبي لسرشاني خوي سوچيكا بو يبتواني تبكا طلب علم بك هندك كاروبار هي إمكاني إنسان لي دور بكويتو بلام هندك كاروبار هي دتواني إنسان تبكا بو أن إنساني ودو إيشكات باوز إيشيشان بينت يك دانيان بكات وأوشيان بكات ككمترين كاتي ليبا باشا با أويان هالبجيرت چونکە علم وەختی زۆری ئەوێت کاتی زۆری ئەوێت لە کتوپڕ نابێ هەر کەسێ لە کتوپڕێک فێر بێت لە کتوپڕێکش عیلمەکەی لێ ئەسەندرێتەوە لە دەستی ئەچێ بەڵام ئەگەر ئینسان وردە وردە چوە ناو عیلمەوە ئەو وەختە بەباشی فێرە بێ وهذا راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه الذي حمل العلم عنه 800 رجل ما بين صاحب وتابع كما قال البخاري أبو هريرة رحمة خوالي به أو صحابي قال هم صحابة زياتر حديثي بيغمري خوالي بربو عليه الصلاة والسلام زياتر لها صدق تابي هبو لقتابي كان هبو صحابي بو وكو خوي علمي لي ورقرتوه يتر لتابعين لتابعيه زور هبو كوا لبردسي أنبياء ويفير علم بو حديثي بيغمري صلى الله عليه وسلم ورقرتوه قال البخاري حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ غيره وعلم ما لم يعلمه غيره لملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام سبي تشيبوا أبو هريرة ورحمة خوالي بأو أن علمي لبيغمره عليه الصلاة والسلام جراوتوا أتبرو جياني بخينروا تيجي برا جاري وهابو ديود أجر كسب ميبينيا وايد زاني كشيطان دسيلي مشانوا لبرسا بالكايا ولوناوا تكينا نبو بخوا
ئەگەر پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیبینی ئەوزانە شتێک لە ماڵەوە دەستێک گرتی بردو بۆ ماڵەوە ئەوها لەسەر ئەو برسێتیە تەحامولی کرد وازی لە هەموو شتێکە نابوو هەموو شتێک ئیشکارشی ناکرد وازی لە هەموو شتێکێ نابوو لە بەردەمی پێغەمبەر بوو عليه الصلاة والسلام لە بەردەستی ئەوە بوو فێری عیلمە بوو. أفرمي وعلم ما لم يعلم غيره لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم بينما كان سائر الصحابة مشغولين في الصفق بالأسواق. باقي الصحابة يترهبوا خريك الزرعات بو هرش خربوا تجارة بو لبازارة تناند عمر كوري خطابيش أبو بكريش لبازارة يشكر والله من زور وقت لا يبيغمري وابو عليه الصلاة والسلام وعمر أي فرموك من الرويشت موا لقل دراوسك معنا ڕۆژێک دراوسەکەمان هات بۆ لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام و کاگەڕایەوە دەموت چی باس کردی ئەوەی باس کردەوە ڕۆژێکی دوایی من ئەچوومەوە ئەوجا کە منیش ئەچوومەوە بە دراوسەکەم باسە کرد. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أبو هريرة رحمة خوالي بلدواء حديث كاني باس كرهم حديث جرايوا باس كرا لنا وخلقا وتيان أريوا أبو هريرة هر حديث عليه هر حديث باسكا. أبو هريرة رحمة خوالي بفرمي لبردو آيات نبي أمن أو حديثانتان بباسناكم أم علما أي شارمو بلام لا ترسي أمدو آياتك أخوائي قولي هالرشي داوا أو كساني كوا زانست و زانیارێک دەشارنەوە لە قورئان و سنت لە دوای ئەوەی کەوا هاتووەتە خوارەوە بەیان کراوە أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ئەوانە خوا نەفرەتیان لێکاوە ئەوانەش کەوا نەفرەتیان لێ دەکەن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لفرمي وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غابت عنه سنة الاستئذان وبينها له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وبشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألهاني الصفق بالأسواق. عمر شهند يشتبوني بيستوى لضمن أواناتي سنة استئذان هتولى درقا بدي تاسي جارنيان كذا وتربكريتو أبو موسى أواي كرت أو جاء عمر فرمي بو روجتو فرمي آخر بيغمر وايوتو عليه الصلاة والسلام فرمي أقر بيتو شاهد نيني لسروي كباسي حديثي بيغمري خواكي عليه الصلاة والسلام سبارت بمكارة أو شون الله داركاري تكم عمر رضا رحمة خالم بس نبوك وكاربك بلا ميستي تيبك خلق يعني مستردمي تابعين وفتنية خلق توزة هيبتي عن هبه لبارا برنبرا حديثي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو جاء أوش قرايا وشوبنا مهاجرين وتيان لهمومان من دالتر شيء أوانرين أبو سعيد خدريان ناك كأو شايتي دار سر أو سنتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. من جاء عمر فرمي الصفق بالأسواق يعني أويك مشغول بون ببازار أو وإليكم كبي آقاب من سنته. وهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا بعد أن ترك أهل لطلب العلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. مالك الحويرث وازي لها مشتكنا تفرغي كرت أم فترة تفرغ كم بطلب علم لخزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام لقال هندق لها ولانيا بست روج لخزمتي بيغمر أبن عليه الصلاة والسلام وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقا أني بيغمر عليه الصلاة والسلام برحم بو شفقي زور بو أماش بيس شوهاتون وإترك السكاريان بزيشتو بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتي وزعاني بيني قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فلم بقرنا ولا نايوانا بن أو علمان فيركن كفيربون إيوا وهروها نيجان بوبكن
ومن تفرغ للعلم جمع ما لم يجمعه غيره، فقد ذكر في شأن ابن الملقن رحمه الله: وطلب الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه. كابران تا إمكان إنسان دەبێت بکات تەفەڕۆغ بەتایبەت هەندێک شت هەیە لاوەکیە ژیانی دنیا لەم سەردەمەیە، مەسائلی مۆبایل و ئەنتەرنێت و دانیشتن بەدار تەلەڤیزۆن و ئەخبار و ئەمە وای کرد و ئەوە چی بەسەر هاتوو. یعنی تۆ بێ پێویستی لەوە هیچ ئیشت بەوانە نییە و ئەمانە کاتی زۆرت لێبن، بۆی دەبێت چی بکەیت؟ دەبێت تەفەڕۆغ بکەیت. لە پاشان تەفەڕۆغ برایان ئەو جاباسی کتر دێتە پێشەوە کە ئیشارەتمان بۆی کرد کە الرحلة في طلب العلم. زۆر جار وان پێویستەکە کە تاڵبی عیلم چی بکات؟ سەفەر بکات لە شارێک بۆ شارێکی تر، لە گەڕەکێک بۆ گەڕێکی تر، لە وڵاتێک بۆ وڵاتێکی تر. لە سەردەمانی پێشوە وان بووە و ئەم عیلمە شایستەیەوەیە کە ئینسان بۆ شێوە سەفەری بۆ بکات. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نفر لنفير هاتوا برون بدوای علم بگەڕێن باشە لە هەر شارێکە لە هەر وڵاتێکە. جاری وا بە علمی وا هەبووە لە وڵاتێکانە بووە پێویستی کردووە بچێ بۆ وڵاتێکی تر. یعنی تۆ سیرەت و ژیاننامی محەدیثین بخوێنەرەوە بۆ نمونەی ئیمامی بوخاری، بزان چەند ڕەحلێک چۆ بۆ شام، چۆ بۆ میسر، چۆ بۆ مەکە، چۆ بۆ مەدینە، خۆی خەڵکی خوڕاسانە، ڕحلەکانی بۆ بەغداد هەر لە حیساب نایە. ئەو هەموو وڵاتی کردووە، هەندێکیانی هەر بە پیادە کردووە. کەوا بوو ئیمامی بوخاری گەیشتوتە ئەو پێگە و جێگە و مەکانەتی کەوا ئێستا هەیەتی، ئەوە بە هاوەنتە نەبووە. بەو شێوەیە بووکەوە ئەگەر کەسێک سیرەت و ژیاننامەی بخوێنێت بزانێت چەنە ماندوو بووە. وقال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى كاتزاني كوا بياوێک هەیە لە مەجمع البحرين، خوا دەزانێ مەجمع البحرين لەکوێیە. ئەو جا فەرمووی: ئەو ئەمضیە حقوبە، ئەگەر بێت و چەندین ساڵ بەڕێوم تا بوو پیاواگەم کە علمیش پێ بە من نییە، ئەڕۆم ئەو کاراکەم، ئەچم ئەو سەفەراکەم. موسا موسایە کەلیم وڵایە، لەگەڵەوە شاچی کرد وتی دەمێ ئەو عیلمە فێر بم کە لای ئەو پیاوە. چکە لەناو بەنی ئیسرائیل لە خوتبەی خوێنایەوە، کابرایەکش لێی پرسی، دیارە خوتبەکەی زۆر کاریگەری هەبووە، پیاوێکش لێی پرسی فەرمووی: لە تۆ زیرەکتر و زاناتر هەیە؟ فەرمووی: نەخێر. خوای گەورە و میهرەبانش گلەی لێ کرد، فەرمووی دەبوو بیتێ الله ئەعلەم. بەڵام خۆ موسا سەڵاو سەلامی خوای لەسەر بێ موسایە، بەڵێ لەو عالەمتر نییە لەسەر زەوێ، بەڵام مەفروض بوو چی بکە؟ بڵێ الله ئەعلەم، خوا عالەمتر و زاناترە. خوای گەورەش فەرمووی: بەڵێ عەبدێکێ لە مەجمع البەحرین ئەوە عیلمێکی پێ بە تۆ نیە موسا. ئیتر قیسە و بەسەرهاتەکەی دیارە موسا سەڵاو سەلامی خوای لێ بێ سەفەری کرد لێەوە بۆ ئەویانەوە. ئیتر کۆمەڵێک ئادابی زۆر زۆر جوانی تەیە ئەو قیسە و بەسەرهاتە بۆ تاڵیبی عیلم کە چۆن فێری عیلمە بێ. قال له موسى: هل أتبعك. موسى فرمووی: ئایا ڕوخسەت هەیە شوێنێ بکەم؟ ڕوخسەت هەیە. موسا زۆر لەو باشە، لە خضری چاکترە. کەسی دەڵێ هەل بە پرسیار ئایا ڕوخسەت هەیە، فێرم کەی لەوەی کە خوا فێری کردووی. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فلو استغنى أحد من الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنه موسى، حيث كان أعطاه الله التوراة التي كتب له فيها عن كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن غزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
يعني ئەمە هیچەکە لەو ئەثەرانەی کەوا هاتووە سەبارەت بە ڕیحلە و سەفەرکردن بۆ یەک پرسیارێکیش بێت. بەڵێ يعني عقبەی کوڕی حارث ئافرەتێکی مارە کرد، دوای ئافرەتێک کات وتی من شیرم بە هەردووکتاندا بە خۆت و خێزانەکەت، یعنی ئەوە هەردووکتان خوشک و بران لە شیرەوە. ئیتر ئەگەرەوە بوو حکمی شەرعی وە یەکسەر ئەو نیکاحە فەسخە بێتەوە، هەر پێویست بە تەلاقدان و شتەر ناکات، یەکسەر فەسخە بێتەوە بەتاڵە بێتەوە، دەبن بە خوشک و برا. ئیتر ئەم کابرایش کاوها زۆر قەنەعەتی بەم ئافرەتە دروست نەکرد، چۆنە بێ و یعنی بۆ پێشتر پێمەوە من نایەتەوە بیرم کەت و شیرێدا ببێم. ئەویش سەفەری کرد بەلای پێغەمبەر چوو عەلەیهی السەڵات وەسەلام بۆ پرسیارە، پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم فەرمی مادام وای وتووە تەواو شایەتێکی قبوڵە. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. دفرمي سوين بويكوا هيت خواك شايستي برستنية إلا خوي نبت هیچ سوورەتێکدا نەبەزیوە لە قورئانە ئیلا ئەمن دەزانم لەکوێ دابەزیوە و بۆچی دابەزیوە، وەگەر بزانم کەسێکەیە لە خۆم زاناتر و شارەزاترە لە قورئان پێی وشتر پێگاچم بۆ لای لەگەڵ ئەو عیلمەشە، بەڵام دەڵێ کەس بزانم لە من شتێکی زیاتر عیلمی پێیە ئەو بۆ لای دەچم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابري كري عبد الله یەکمان گەڕێ بە پێی وشتر چوو بەلای عەبدوڵڵای کوڕی ئونەیس لەبەر خاتر یەک حەدیثێکی لا بۆ ئەم نەیبیست بوو، وتی دەچم بۆ ئەو حەدیثە ببیستم. باشە برا حەدیثەکە سەبارەت بە ڕۆژی قیامەتە. وقال سعيد بن المسيب إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. شەو ڕۆژ بەسەر یەکەوە دەڕۆیشتم باشە بۆ یەک حەدیثێک لە پێناوی یەک حەدیثێکە. وقال الإمام أحمد بمصر صحيفة في التفسير ورآها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. يعني على صفحيك تفسيرك هي آياتك نسراوته لمصر أجر كسر ليرو بشيبو يعني بوي تفسيري واتفير به أو زررناك. وقال أبو حامد الإسفرايني لو رحل رجل إلى الصين حتى يحصل له الكتاب التفسير لمحمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. تلاقي كسك ليرة وبشيب والصين بويك وكتابي تفسيري ابن جرير طبري دس بكبه أو يعني جي خويتي قابيلتي أو سفرة. الله سبحان الله أمرك يعني أو علم وانزيق بوتوا يعني أو عذر بيان وشي نهنا وتو كسب والله من طلب علمناكم كاك مو طلب علمناك خوي من ناتون مسافر كم يستبولات كاك علمك استل بردستها زور نزيق بتو سيري أو هم كتابك كطبع كرا ولا بردستها تفسير شي تفسير كتاب استل بردستها مكتبه هرمي أمادية علم زور آسان بتو أجر كسك كوا همتي هبه حب وأرزو طلب علمي هبه. وهذا أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم أقام متغربا عن وطنه 20 سنة في رحلته ثم لم يرجع حتى مات مالك. يعني إمامي مالك تلبي زور بوا لهمو دنيا وتلبيها بوا استمى غارب بابلين مغرب تونس جزائر أمانة همو مذهبي سين مذهبي مالكين باشا برا يعني لو رويشتون بوم مدينة 20 سال أما لا إمام مالك درس هبو هر مردوه خلقي مغرب وتونس وأولاتها نجبو حر لو مردوه نتشوتو يعني لو نجراوه باشا أنا نجراوه وفاتي كردوه أو عند صالماوته. ومن بديع ما قرأت في الرحلة في طلب العلم ما ذكره ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته
ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة. ابن أبي حاتم لباوشو دجرته دەڵێ كم ساڵ بوو کە دەرچووم بۆەوەی تەڵەبی علمکەم. 7 ساڵ دەڵێ من نەگەڕامەوە. ئەمە یەکەم جارێتی کە تەڵەبی علمەکە 7 ساڵە ڕوا تەڵەبی علمەکات، دوایەوە ئەگەڕێتەوە فترەیەک گەڕێتەوە ناو خاو خێزانی و کەس و کارەکەی، پاشان دوای سەفەرێکی ترەکە. باشە برا بۆ نە خەڵکی عێراقا ئەچێ 7 ساڵ لە چیە بێ لە مەکا بێت، دوای دێتەوە ئیسراحەتێکی ترەکاتەوە، دوای ئەڕاتەوە 5-6 ساڵی تر لە مەدینا بێت، وهكذا ئەچێ بۆ مەسر دەچێ بۆ شام. وخرجت من البحرين من قرب مدينة الصلاة إلى مصر ماشية. البحرين وبو مصر ببير رويشتو، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرطوس، يعني شوة لبنان، شوة سوريا، شوة بيت المقدس، فلسطين، قراوة بو تركيا، حمو أمولاتاني كردوا. ومن أنطاكيا إلى طرطوس، ثم رجعت إلى طرطوس إلى حمص، شو بو مصر قراوة إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، إنجا قراته بغداد. وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط، شو بواسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشية. سيري أم بين ولاتانا قراهم ببيه. كل هذا في سفري الأول، لسفرية كما ضلي أوم كردوه الحوصالية كم. وأنا ابن 20 سنة أجول 7 سنين، عمري 20 صالبه. خرجت من الري سنة 13 و200. قدمنا الكوفة في شهر رمضان سنة 13، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة. ورجعت سنة 21 و200، وخرجت المرة الثانية سنة 42، ورجعت سنة 45. أقمت 3 سنين، وقدمت طرطوس سنة 17 أو 18. يعني بو شوي بو، يعني سبحان الله إنسان تجارواتي بو عمره كابراتي بو عمره أو 12 13 14 عمره بو. هم جاري زلام بيني وثم دسي كيلو بقريان ركاك بو قري برا والله بيني معلوم نالا كما كم كل برا خوتو تاج 15 روجا تو سيري ام جانا ام زانانا بخير حوت صال نروجتو تو كابرا انجلو بتلفون قساك او جارو صوت الصوره وامانه او ختمشتان النبوه نام قورينا وج نبوه رساليك نبو تو بينيري بو كسكاركت رويشتو طاو خبري نما حتى او دقيقه راوتو بويا ام زانانا بوي علمك يعني خوي قولوا مهربان خير وبركتي تخستوه كشي لم سردمش سبحان الله او هم وسائل آسان كاري هي انسانش زور ساردة لطلب علم باوند بس بين إن شاء الله بشتواني خوي قولوا درسكاني داهاتو بردوان بين للرافة كردني كتابي آداب الطلب العلمي خوي قولوا مهربان ذات الشعر زامامك علمي نافع مان فيركا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.